دلوقتي انا هاخدكم في اهم 3 تمارين توازن انا بعملهم، بعمل غيرهم بس دول اهم 3. جماعه انا في ادخن حالاتي، يلا مش مهم، ركزوا معايا بقى. اول تمرين محتاج سنس شويه، فحاولوا تجمعوه معايا وتفهموا معايا. قبل ما اشرح لكم التكنيك لاي تمرين، عايزاكم تفهموا ان مش لازم خالص تعملوا كل التمارين عدد معين في مجاميع معينه. اعملوا اللي تقدروا عليه في البدايه. انا في الاول حرفيا كنت بشتغل عده وعدتين بس من كل تمرين، حرفيا ما كنتش بعرف اكمل ال10 عدات على بعض. طيب دلوقتي ده اول تمرين معانا، ركزوا معايا. انا بوطي لتحت، على فكره هو ده اصعب تمرين عليا، عشان كده انا بدات بيه. انا بحاول ان انا اوطي لتحت برجل واحده بس، وانا تحت بلف جذع يمين او شمال، وهي دي التراك. شايفه انا كاني بلف بجذعي، عايزه ابص للمرايه، وهي دي التراك اللي حرفيا بتصعب التوازن كتير. فانا في تمارين تانية بعملها بتكون اسهل عليا جدا من ده، عشان ما فيهاش اللفه دي. شايفه انا كاني نازله لتحت بس عايزه الف ابص للكاميرا. فلما تيجي تتمرني اي تمارين توازن، حاولي تبداي باصعب تمرين. عامه انا دي قاعده بطبقها مع نفسي في كل حاجه. هنا جبتلك التمرين اقرب شويه. النازله عباره عن ايه؟ شايفه انا بلف جذعي ازاي للجنب، بتلفي جذعك في الاتجاه المعاكس للرجل اللي انت واقفه عليها، او سوري في الاتجاه الموازي للرجل اللي انت واقفه عليها. يعني انا مثلا هنا واقفه على رجلي اليمين، فانا بحاول الف ابص ناحيه اليمين، وهكذا. اللي انا عايزه اقوله لك بقى ان من الحاجات اللي هتسهل عليكي جدا، او مش هتسهل عليكي لان تمارين التوازن يعني هي مش تمارين سهله، بس من الحاجات اللي هتخليكي تحافظي على التوازن بتاعك مع انها اصلا بتنحت الوسط، هي حاجه اسمها البريسنج. البريسنج الكلمه دي اصلا معناها كانك بتتكلمي على حاجه متجبسه مثلا يعني. ف فلو انا هتكلم ان انا عايزه وانا شغاله احس كاني عامله بريسنج لمنطقه الكور او لمنطقه الجذع اللي هو البطن والجناب واسفل الظهر، فعايزاكي تتخيلي معايا كده ان بعد الشر عليكي وبعد الشر علينا كلنا، ان منطقه الجذع عندك متجبسه حرفيا. فانت هتحاولي على قد ما تقدري ان مفيش حاجه خالص في المنطقه دي تتحرك معاكي. لو انت تخيلتي الحته دي، شفطتي بطنك وضميتي او قبضتي عضلات بطنك لجوه وتحكمتي قوي في جسمك وفي كورك، ده هيسهل عليكي قوي حته التوازن. وانا عارفه ان موضوع البريسنج ده مش هيجي بسهوله في البدايه، وهياخد منك وقت اصلا عشان تعرفي بس انك تركزي تعملي بريسنج اثناء ما انت شغاله. فده هيتطلب مننا ان انت تتمرني على حته البريسنج دي على مدار اليوم عادي. انت تحاولي تتعلميها على مدار اليوم، وبعد كده تبداي تدخليها معاكي في التمارين واحده واحده. ده كان تاني تمرين. وده التمرين ده انا والله حرفيا ما كنتش بعرف اعمل منه عدتين 3 على بعض. كنت لما باجي اعمله كنت ببقى فرجه في الجيم، ومره اقع ومره اتطوح من كتر ما انا الموضوع كان صعب عليا. فابدأي. الفكره اصلا من التمرين التوازن ان انت ما يبقاش عندك توازن، فما تزهقيش وتقولي لا ده انا زهقت عشان ما عنديش توازن، ده انا مش عارفه اتحكم. ما هو ده that's the point، هي دي ان انت يبقى ما عندكيش توازن اصلا، فتحاولي يبقى عندك توازن. وده دلوقتي عشان هو بقى اسهل تمرين عليا فخليته للاخر خالص. وصدقيني تمارين التوازن هي مش بس بتشغل جسمك ومن اصغر العضلات لاكبر العضلات، لا هي كمان بتشغل دماغك حرفيا. فلو انت بجد بتدوري على حاجه تاخر كل علامات الشيخوخه وتاخر كل امراض الشيخوخه، من تيبس لزهايمر لمشاكل في الجسم والمفاصل، مش بس تمارين المقاومه العاديه يا جماعه، تمارين التوازن. وبس كده، شكرا شفتي الفيديو لحد دلوقتي. ولو كملتي الفيديو ده للحظه دي سيبيلي كومنت وقولي لي ايه رايك في الفيديو، ايه رايك في التمارين، ولو عايزين فيديوهات زي دي تاني اكتبوا لي وقولوا لي عايزين اتكلم عن ايه اكتر حاجه. وبس كده، لو متعرفنيش انا كوتش اودي، وباي.